السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناتي. النهاردة ان شاء الله هنعمل كيكة البركان، يعني طريقة ناجحة جدا، يعني طريقة ممتازة، يعني طالعة هشة ومرتفعة، هتعجبكم ان شاء الله. يعني مقادير بسيطة هتنجح معاكم بإذن الله. اول حاجة نبدأ بسم الله صلى على رسول الله. هنا دول بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، يعني دول بيضتين بحجم كبير بدرجة حرارة المطبخ. فعليهم 3 ورقات فانيلي، بعد كده نضربهم في الخلاط. لو انتي بتعملي البيض البلدي، يعني انت لو هتعملي بالبيض البلدي تعملي ب3، تعملي بالبيض اللي هو بتاع الفراخ، الفراخ العادية دي تعملي 2. وبعد كده نضيف عليهم 1.5 كوباية سكر بودرة. يعني سكر بودرة تطحنيه في المطحنة تنعميه، تضيفي 1.5 كوباية. بعد كده نضربهم في الخلاط. يعني هنا انا حطيت عليهم معلقة كبيرة، ده بشر بركان، يعني بشرتها بالمبشرة، ناخد منها معيار يعني كده معلقة كبيرة، نضيف عليهم معلقة صغيرة خل بس. بعد كده نعمناهم في الخلاط كده لحد ما نعمل معانا. بعد كده نضيف عليهم كوباية عصير بركان، يعني البركان انا عصراه، يعني خدت مقدار كوباية. برضه نضربهم في الخلاط تاني بس. نضيف عليهم 1.25 كوباية زيت، دي 1.25 كوباية زيت. انا هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. وبعدين نضربهم في الخلاط. دي معلقة كبيرة نشا، هنضيف عليهم معلقة كبيرة نشا. نضيف عليهم دي معلقة صغيرة مليانة، يعني هرمية كده، لبن بودرة. بس. وبعدين نضربهم في الخلاط تاني بس. وبعد كده المعيار ده بياخد معانا 2 كوباية مظبوطين دقيق، يعني ما تزوديش عن 2 كوباية، بياخد 2 كوباية دقيق. يعني الدقيق يكون نوعية كويس. يعني دي معلقة ونص صغيرة، معلقة ونص صغيرة بيكنج باودر. بيكنج باودر تضيفي معلقة ونص صغيرة، معلقة صغيرة يعني تضيفي منها تاخدي منها معلقة ونص بس. ودي طرف المعلقة ملح او رشة ملح، يعني ملح حاجة بسيطة يعني بس. بعد كده نقلبهم كده، نقلبهم يعني في اتجاه واحد، يعني لف كده اتجاه واحد. دي صينية يعني انا دهنتها زيت يعني دهنتها زيت، وبعدين بمسحها بالمنديل، بعدين اديها رشة دقيق بس. وبعدين نسخن الفرن الاول، وبعدين ندخلها على يعني الفرن تدخليها على درجة حرارة 170، يعني ما تدخليهاش على 180، دخليها على 170 لمدة 25 دقيقة. يعني دخلي على درجة حرارة 170 مدة 25 دقيقة. اخر 5 دقايق، يعني اخر 5 دقايق اقفلي عليها من فوق وخلي النار من تحت بس. يعني اخر 5 دقايق عشان ما تاخدش معاكي لون من فوق زيادة، اقفلي من فوق وخليها من تحت بس. اخر 5 دقايق، يعني خليها 20 دقيقة فوق وتحت، واخر 5 دقايق خليها تحت وبلاش فوق، عشان ما تاخدش معاكي لون زيادة. او حسب الفرن، يعني ربما يكون الفرن بتاعتك هادية
نارها هادية، خليها فوق وتحت يعني على حسب حرارة الفرن. بس يعني طالعة ممتازة، طالعة هشة مش كبسة ولا حاجة، يعني ممتازة بجد. بس اهم حاجة ايه انك تظبطي لها الفرن وتخليها على درجة حرارة 170، ما تزوديش عن 170 لمدة 25 دقيقة بس. شكرا على المشاهدة.